مساء الخير عليكم مشاهدينا واهلا بكم في كل مكان، ومكملين معكم سهرتنا وحلقتنا في برنامجكم مساء الفن. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده نص من شعبان، يعني فاضل حوالي 15 يوم على شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان. بما اننا في الايام المباركه دي فلازم يكون موضوعنا متصل بكده. في رمضان دايما ظهرت لنا من سنين من واحنا صغيرين الاعمال الدينيه والاعمال التاريخيه، كانت مرتبطه ارتباط كبير جدا بشهر رمضان. شهر رمضان لا يخلو من عمل ديني وتاريخي كبير كنا بنتابعه، منهم اجزاء كتيره بيبقى كذا جزء، او منها بيبقى عمل بيتقدم في جزء واحد، لكن في النهايه كان لازم نتفرج في شهر رمضان الكريم على عمل ديني وتاريخي. في الفتره الاخيره انحصر الموضوع ده بشكل كبير، وعزوف الفنانين، عزوف المنتجين، عزوف صناع الدراما عن الاعمال الدينيه والتاريخيه بشكل كبير. يا ترى ايه السبب اللي بيؤدي لكده؟ يا ترى السنه دي رمضان ده ان شاء الله 2017 هيفاجئنا بأعمال دينية وتاريخية جديدة؟ كل دي أسئلة هنعرفها النهاردة من ضيوفنا اللي منورنا على الهواء مباشرة في الاستوديو في برنامج مساء الفن. معانا ومعاكم على الهواء مباشرة اسمحوا لي أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ هاني سامي. أهلا بكم، نورتنا يا فندم. اهلا دكتور. وأيضا معانا الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. أهلا بحضراتكم، منورنا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وانت طيبه. يمكن الموضوع ده دايما كنا بنتكلم فيه كتير، موضوع الدراما الدينية والدراما التاريخية للأسف منحصرة بشكل كبير جدا. عايز أعرف من حضراتكم في البداية إيه أهمية وإلى أي مدى مهم إنتاج أعمال دينية وتاريخية في الدراما المصرية؟ اتفضل يا أستاذ. أهمية أعمال دينية طبعا يعني تهذيب الوجدان، نشر وتنمية الثقافة الدينية عند النشء وعند الكبار. يعني مثلا لما من سنين اتعمل مسلسل القضاء في الإسلام، اتعمل مسلسل محمد رسول الله، كان في الحقيقة معلومات يجهلها بعض الكبار اللي هم أبائنا. احنا كنا أطفال أيام مسلسل كان 79 أو 80. ده ضرورة وجود، وزي أي مجتمع ما بيخدم دينه بأنه بيقدم أعمال فنية تطرح يعني الأشياء أو المعلومات أو الغائبة عن النشء، وتطرح ثقافة مغايرة من خلال الفن. لازم يكون في مسلسل ديني في رمضان. وده بقاله تقريبا 8 سنين ما حصلش. يا 8 سنين، بخلاف آخر سنتين مسلسل قضاة عظماء، وده مسلسل اتعمل منه جزء السنة اللي فاتت وجزء السنة دي، إخراج عبد القادر الأطرش، وبطولة مجموعة من الممثلين أحمد ماهر وحسن يوسف. هو بيتناول قصة 10 قضاة من العصر العباسي خلال بس كان في أوراق التوت على ما أذكر من سنتين تقريبا. أوراق التوت تاريخي. لكن احنا بصدد الحديث عن الدراما الدينية. لا أنا بتكلم على الدينية والتاريخية. الدينية والتاريخية طبعا. أوراق التوت كان من متهيألي من 2012. فبرضه في تقصير شديد في طرح هذا النوع من الدراما سواء الدينية أو التاريخية. والحقيقة السبب من وجهة نظري أن السبب الأساسي في غياب هذه النوعية من الدراما هو تخلي الدولة عن دورها ومسؤولياتها تجاه هذا النوع من الدراما، وسطوة اللغة السوقية، وسطوة المنتج الفرد والمنتج التجاري. حضرتك لو بصيتي لكل الأعمال التي تحمل قيمة وطرحها وعرضت على التلفزيون المصري هتلاقيها إنتاج الدولة. قبل ظهور مدينة الإنتاج الإعلامي كان في قطاع الإنتاج، كان في قطاع الاقتصادي كان بيسوق، كان في القاهرة للصوتيات والمرئيات، كان في أعمال ذات قيمة. الدولة تخلت عن مسؤوليتها في هذا الأمر. أنا عايز أقول مثلا مدينة الإنتاج من قبل الثورة لم تنتج مسلسلا واحدا. والأستاذ أسامة هيكل طبعا ربنا يعينه على المسؤوليات اللي هو فيها، عضو برلمان ومساعد رئيس دعم ائتلاف مصر. طب يمكن أنا عايزة أرجع شوية. أنا عايز بس أطرح هنا فين الوقت اللي هيدير فيه كيان كبير زي المدينة. أستاذ أحمد صقر بيقول إن الرصيد في قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون صفر. طب حضرتك بتعمل إيه؟ بتشرف على مرتبات الموظفين؟ طب يعني لا يعني احنا مش عايزين نحول مسار الحلقه في قضايا تانية فرعيه. لا مش قضايا، اصل حضرتك انا بدير
إذا أنا رجل مسؤول، أعي جيدا أو المفروض أن أعي جيدا قواعد مسؤولياتي. بس ده ما بينطبقش فقط على كده الاعمال الدينيه والتاريخيه، احنا بنتكلم في انتاج الدوله عامه غيابه. نرجع ده شويه، انا عايزه ارجع تاني لموضوع الحلقه واسال حضرتك، يعني يمكن الاعمال الدينيه والتاريخيه قلنا ليها اهميه كبيره جدا، وخاصه في شهر رمضان، واحنا اطفال كنا ممكن في التاريخ بناخدها اكتر من الدراما، بتبقى بالنسبه لنا سهله وسلسه وسهله الاستيعاب والهضم، غير لما بناخدها في كتاب ونقراها المعلومه بتجيلنا بسهوله جدا. شفنا اعمال قيمه واعمال جميله. للاسف بنلاقي دوله زي ايران انتجت مسلسل زي سيدنا يوسف غايه في الروعه والجمال والانتاج اللي احنا شفناه والمشاء والديكورات والملابس. بس ده مرهون بجزئيه تانية، يعني ده مرهون بجزئيه استدعاء الازهر لفقه الواقع كي يقدم دراما دينيه تتماشى مع الواقع. لا ليس بها مصادره او طول وقت في التمحيص. انا هسيب احمد بس يرد على الجزئيه دي، تستوقفني لانه ده بيخص الازهر. اتفضل. تمام، اتفضل. حكاية الدراما الدينية والتاريخية، أنا عايز أرجع لنهاية السبعينيات وبداية الثمانينات. تمام. كان في حاجة مهمة جدا بتحصل قبل شهر رمضان. أيوة. اللي هي إيه؟ وضع الخريطة الرمضانية. تمام. وضع الخريطة الرمضانية كان لازم يبقى فيه فوازير، لازم يبقى فيه مسلسل اجتماعي، وبعد كده عندنا مسلسل ديني وتاريخي. تمام. لو نفتكر ان البداية اللي حضرتك اتكلمت عليها كانت الكاتبة أمينة الصاوي لما عملت لا إله إلا الله وعملت محمد رسول الله، يعني تقريبا مجموعهم كده حوالي 8-9 أجزاء. فده كان مسافة طويلة جدا. هنا كان في إيمان بأهمية الدور التثقيفي والتوعوي للجمهور. طبعا. ليه؟ لأن التلفزيون بيخاطب كل الناس، بيخاطب الجاهل والمتعلم بالظبط والمثقف، لكن هو مقسمهم في نخبة، في طبقة وسطى، في طبقة شعبية. الطبقة الشعبية نفسها اللي ما كانتش تعرف تقرأ في كتاب الموضوع الديني، كان من السهل جدا ان احنا نقعد قدام التلفزيون ونشوف ايه اللي حصل. ايوه مظبوط. تمام. فمن هنا كان في دور ثقافي اللي نقدر نقول الدولة مؤمنة بيه. فضلنا على كده فترة طويلة، ما يقرب من 20 سنة. في ال20 سنة اتعمل مسلسلات مهمة جدا. يعني أنا فاكر إن بعد انتهاء لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، جينا في بداية التسعينيات طبعا كان في عمر بن عبد العزيز. هنا دراما دينية. تمام. ولكن كانت بشكل رائع. بعدها لما نجحت خلت نور الشريف الله يرحمه يعمل ايه؟ هارون الرشيد. بالظبط. جه الله يرحمه استاذ حسام الدين مصطفى لما عمل تاريخي اللي هو الفرسان. ثم ابتدى في عصر الائمه، فالامام ابو حنيفه. في الامام ابو حنيفه تحديدا هلاقي هو جاب تاريخ نهايه الدوله الامويه مع العباسيين، مع هلاقي ان هو اداني نبذه تاريخيه ونبذه اجتماعيه ثم دينيه في الفترة الموجودة. فمن هنا كان الناس عندها وعي. مظبوط. وقفنا لحد سنة 2002-2003. 2003 تحديدا جه الله يرحمه أستاذ نور الشريف. كان بيعمل مسلسل جميل جدا كان اسمه عمرو بن العاص. أيوة. هذا المسلسل حصل فيه مشكلة. المشكلة في إيه؟ كان اللي بيكتب في البداية أستاذ عبد السلام أمين. تمام. وكان له أسلوبه الخاص في الكتابة، محدش يقدر يقرب من المنطقة دي. تمام. توفاه الله في الوقت ده، فحد تاني كمل الكتابة. مع وجود مخرج يعني ما اقدرش اقول ان هو كان على نفس أهمية الحدث بشكل كبير، فطلع المسلسل به أخطاء. لما طلعت بها أخطاء توقف يمكن نور الشريف عن موضوع المسلسلات الدينية والتاريخية وهكذا. لكن في الوقت ده قدم أستاذ حسن يوسف نقدر نقول ان هي دراما قريبة. لما قدم الإمام الشعراوي بالظبط، ثم الإمام المراغي عبد الحليم محمود وغيره، هو عمل حاجات حلوة لكنها مجهود فردي. مظبوط. السنه دي عامل النجم حسن يوسف عامل السنه دي مسلسل قضاء عظماء. لكن انا بتكلم على ايه؟
احنا كنا بناخد دايما اللي ما بيقدرش يقرا كتاب او ما بيقدرش مجموعه كتب، كان ممكن لو اتفرج على مسلسل يعرف. يعني عرفنا مثلا التتار جم ازاي ودخلوا بغداد ازاي وجم لمصر ازاي عن طريق مسلسل الفرسان. لما جينا في الابطال والحمله الفرنسيه وجات ازاي والمماليك وسليمان الحلبي واعدامه جه ازاي والكلام من ده من هذا المسلسل. مش بس اللي ما بيعرفش يقرا، حتى اللي بيعرف يقرا بيستمتع اكتر لما بيشوف العمل في مسلسل درامي، معلومه بترسخ ما هو ليه؟ فيها متعه. الحدوته اللي وضعت في اطارها في الروايه الفكره او في الكتاب انت بتركزي على شخصيات رئيسيه، اما في المسلسل في العمل الدرامي بيبقى فيه التفريعات الصغيره اللي الناس عايزه تعرف هو ايه اللي حصل، اتنقلت النقله دي ازاي. فمن هنا كان المسلسل هذه المسلسلات كان ليها جانب مهم جدا في تثقيف الشعب. فلما تيجي تتكلمي مع حد يقول لك لا بس انا شفت في التلفزيون كانوا بيقولوا الامام ابو حنيفه بيقول كذا، الامام ابن حنبل بيقول كذا. لما اختفت هذه المسلسلات ابتدينا ان احنا نشوف الدراما التاريخية السورية بالظبط، ودي كانت ناجحة جدا جدا. تمام. يعني رغم اعتمادها اولا على الصورة البصرية قبل القصة، ولكنها ناجحة لكنها ناجحة. بس في اسباب لنجاحها واسباب لعدم نجاح اعمال، او مش عدم نجاح، عزوف المنتج ان هو حتى القطاع الخاص او قطاع ان هو ينتج الاعمال دي. اسال حضرتك استاذ هاني، يعني كنت بتتكلم بتقول ان الدولة غابت في ان هي تنتج الاعمال دي. مش بس الدولة، كمان القطاع الخاص بيحب ينتج الاعمال اللي فيها ربح اكتر. لما يجي عمل ديني وتاريخي يتحدث بعد الفجر في اوقات ما فيهاش مشاهدات، مفيش اعلانات، لما يجي العمل يتصور في وقت اطول من اي مسلسل اجتماعي عادي، هيبقى ميزانيه، هيبقى عبء على الممثل نفسه. لازم يبقى باللغه العربيه برضو، عنده اللغه العربيه الفصحى هايله، فبرضو عبء على مش كل الممثلين هيقدروا يخوضوا ده. بيأجلوا اعمال كتير جدا ويتفرغوا للعمل ده، فبالتالي هيخسر كذا عمل كان ممكن يبقى داخل فيه. فكل الحاجات دي وعوامل كتير بتؤدي لعزوف القطاع العام والخاص. والله مرتبطه كلها بجزئيه يعني الشكل التجاري او السبوب. تمام. يعني فكره انه حضرتك بتقولي عزوف المنتج الخاص، المنتج الخاص ما انتجش غير في اضيق الحدود المسلسلات الدينيه والتاريخيه. يعني حتى في السعوديه، في حتى ايران، هم منتجين خاص. انا بنتكلم على الدراما في مصر. ده من غير ما اقطع كلام حضرتك، يعني اوراق التوت ده انتاج سعودي. طب انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك هم الفكره هنا في مرتبطه بعده عوامل، لكن احنا يعني بس يعني مش عاوز نحط رؤوسنا في الرمال وهنيجي نقول المشاهد في الاخر هو اللي اكل الجبنه وهو اللي مسؤول عن غياب المسلسل الديني. لا طبعا، لا طبعا، لا كلنا عندنا مشكله. وحكايه الاعلانات هي المشكله، انه طب ما هو الاعلانات هتتحط في اعمال بتتذاع في الفجر وفي وقت مش متشاف، مع ان الناس عايزه تشوف العمل ده. ما اعرفش ده نتيجه الخريطه بقى ولا لا هو عايزه تشوف العمل ده. الخريطه معلش اسمحوا لي، الخريطه بريئه من هذا الموضوع. لا وغابت، لا لسبب. في يوم من الايام واحنا بنتكلم على مسلسل الفرسان تقريبا سنه 94 95 لما كان محطوط المسلسل ان هو بيجي الساعه 1 بالليل. تمام. لما نجح المسلسل تم تغييره من 1 بالليل ل 8. هنا المشاهد هو اللي ارغم الاداره. المشاهد حصل ايه؟ هو اللي ارغم الاداره. يعني الحكايه مش حكايه خريطه جامده ما بتتحركش، لا كان ممكن تتحرك بسهوله. فعلى هذا الأساس الخريطة بريئة من ده. الجملة اللي قالها أستاذ هاني اللي هو حكاية القطاع الخاص. القطاع الخاص في الثمانينات عمل أفضل المسلسلات الدينية، وكلنا نفتكر أستاذ رياض العريان عليه رحمة الله، شركة الرياض وغيره وغيره اللي كانوا بيعملوا محاولات فردية محدودة. بس لا فرسان الله ما كان إنتاج خاص، الفتوحات الإسلامية كانت إنتاج خاص، كل ده لكن كان في إرادة. الإرادة بس أهم من ده. الأعمال دي بتتكلف تكلفة عالية جدا. الديكورات، الملابس دي بتبقى مع الأماكن التصوير. احنا عندنا برضو مشكلة كبيرة جدا في أماكن التصوير، ودي اللي هنقارن بينها وبين نجاح الأعمال السورية. الأعمال السورية بيفتحوا لهم أماكن بدون أي تكلفة، بيدوا لهم مجاميع من الجيش ومجاميع. والله هو هنا ما فيش حد بيتأخر عننا في حاجة، بس احنا بنقول نعمل. يعني هو هنا محدش بيتأخر عننا، يعني التصريح بتاع الناس اللي جايه تصور عندنا ده، ودي أزمة يعني بشعة في مصر. يعني احنا عندنا أفضل أماكن في الدنيا كلها بفلوس.
طبعا بفلوس والساعه بقد كده، ومش مكلفه حتى جدا. يعني حتى المنشآت الحديثه مش المنشآت الاثريه طيب او سوريا ببلاش، كانوا بيصوروا ببلاش. لا 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 مش لا صحيح. ما فيش حاجه ببلاش، هم بس مخفضين شويه، لكن هنا احنا بس بنضايق بره الناس اللي جايه تصور عندنا، لكن احنا كل شيء متاح ما دام بس نقول احنا عاوزين. هو شويه الجهات بيبقى فيه صلف تجاه المنتج الخاص، لانه لما يكون مثلا زي السنه اللي قبل اللي فاتت نجم كبير زي عادل امام عايز يصور في المطار، فيعني هو الراجل واخد 50 مثلا 40، ربنا يكرمه كل حاجه، لكن انا بتكلم ان المنتج الخاص طب المناطق الاثريه مطار ده حاجه ده ما بقول حتى المنشآت الحديثه المناطق الاثريه بيبقى عليه لينا تخفيض فيه، لكن للدوله يعني اذا يعني هو ايام قطاع الانتاج لما عمل رأفت الهجان كان مسلسل من المسلسلات الوطنيه جدا، واللي حط الاستاذ الراحل محمود عبد العزيز يعني اداله خطوه في مقدمه الصفوف. كل مؤسسات الدوله تعاونت علشان المسلسل يخرج بشكل مثالي. فالدوله هنا مع التلفزيون ما حدش بيقدر يعني يكون صلب شويه في الاجراءات ولا في الروتين. هم ممكن يكونوا بيعملوا كده مع المنتج الخاص لتحقيق ايراد، لانه المساله بتخضع لعمل تجاري بحت، لكن الدوله لا تتخلى عن فكره دعم مسلسل تنتجه او ينتج التلفزيون المصري او مدينه الانتاج، لكن ما فيش انتاج بقاله فعلا اكتر من 8 سنين، ما فيش انتاج بعيدا حتى عن الانتاج التاريخي والديني، ما فيش انتاج عادي لمدينه الانتاج الاعلامي. لا بما ان حضرتك ذكرت كده بقى، احنا عندنا صوت القاهره انتجت اخر حاجه الانتاج دوله قضاة عظماء. هنروح دلوقتي نشوف مشهد من مسلسل قضاة عظماء ونرجع نكمل معاكم. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. الحقيقه انا مستمتعه جدا بالمشهد، اداء رائع، الجمل جميله، الحوار هايل، وخلاني مذهوله. بقول لكم في الفاصل انا ازاي ما شفتش مسلسل زي ده وهو كان السنه اللي فاتت، يعني ايه السبب ان انا ما اشوفش عمل رائع زي ده؟ واكيد في زي كتير يعني ما حدش شاف ده. هو يعني انا عايز اقول لك 80 90% من المشاهدين ممكن ما يعرفوش ان هذا المسلسل اتذاع. بالظبط. ودي بترجع لحاجتين. اولا بيتحط في الخريطه في ميعاد غريب ممكن قبل الفجر. ثانيا وده الاهم، مسلسل زي ده بهذا الشكل المفروض ان هو يسوق اولا عن طريق، لو هو تبع صوت القاهره، في عندي حاجه اسمها قطاع اقتصادي تمام، او الوكاله بتاعت صوت القاهره هي اللي بتسوقه. محدش سمع عنه حاجه. وهنا ارجع لنقطه مهمه، واحنا بنتكلم عن المسلسلات الدينيه والتاريخيه، بعض المنتجين يقولوا اصل هي مكلفه جدا. بالظبط، هي مكلفه، ده حقيقه، محدش قال لا. أيوة. ولكن ازاي نجحت كل المسلسلات اللي اتعملت تاريخيا، مش هقول لك من زمان، من 4 سنين فقط، ازاي نجحت وازاي احنا خايفين؟ انا قعدت مع حاتم علي وهو صديق عزيز والمخرج السوري. تمام. حاتم علي من 4 سنين عمل مسلسل صوره في المغرب اسمه عمر بن الخطاب. هذا المسلسل قولي لي مين ما اتفرجش عليه، مش في مصر، في الوطن العربي. اذا المشاهد موجود. تمام. وشوفي اعلاناته كانت عامله ازاي. ايوه. الاساس هنا هي الاراده، مش الفارق كبير جدا ان انا عايز اعمل حاجه ومش قادر، وان انا مش عايز. الحاجه الثانيه وده شيء مهم، واللي بيتكلموا على الدراما الدينيه والدراما التاريخيه ولا اخره، كل الكلام ده لو حطيناه على جنب وقلنا ان في مسلسل جيد، عندي الابطال موجودين في مصر. موجودين، مفيش حاجه اسمها اللغه العربيه مش موجوده. لا اللغه العربيه موجوده. تمام. عندي كل شيء، كل العناصر اللي تؤدي انها تعمل عمل ناجح. أسوأ ما عندي عدم تسويق هذا العمل. عدم تسويق، بالظبط. يمكن استاذ هاني كنت بتكلم ان ده الجزء الثاني، هيتعمل جزء ثاني من قضاء 2017. انا بس عايز بس عشان بان انه ده رد او يعني على اللي انا بقوله قبل الفاصل، انه بقول انه صوت القاهره والمدينه وقطاع الانتاج ما عملوش حاجه من حوالي 9 سنين. هو انا قلت في اول كلامي انه قضاء عظماء صوت القاهره عملاها باستثناء قضاء العظماء 1 و2. السنه دي هو الجزء الثاني صوت القاهره، وزي ما قال احمد او كنا اتكلمنا في الفاصل انه القطاع الاقتصادي الحقيقه ما بيقومش بدوره على اكمل وجه، وما بيتعاملش بشكل احترافي في تسويق هذه النوعيه من المسلسلات. اتفضلي.
يمكن حضرتك شايف انه مش عارفه ليه بشوف ان الابطال هم يعني استاذ احمد بيقول ان احنا عندنا عناصر تعمل اعمال من دي كتير، بس ليه بيتكرروا هم في نفس الاعمال بصي الدينيه؟ ما حضرتك بنشوفش احنا وجوه جديده. اقوى دوله في العالم العربي وافريقيا من ممكن ان تصنع دراما وسينما. تمام. بس زي ما قال الاستاذ احمد وانا بايده جدا، فكره الاراده ان تريد ام او لا تريد. لانه انت لما تتراجع عن دورك في تثقيف شعبك، لانه احنا بنعتبر التلفزيون المصري ومدينه الانتاج هي مؤسسات وطنيه صرفه ملك الشعب، تثقيفيه دورها تثقيفي وتوعوي وخدمي وكل حاجه. فانا لما اجي اتراجع عن هذا الدور واقول، يعني انا هقول لحضرتك على حاجه مؤسفه جدا. يعني سنه 2010 كانوا ناقشوا القضيه دي على ما اتذكر في جورنان 2009 او 2010 في جريده من الصحف الخاصه، مش هقول اسم يعني. وتحدث اللواء بهاء الدين ابراهيم، ده اكتر حد كتب بالظبط كتب دراما دينيه، منها ابن حزم وامام الدعاء كان ايه القضيه المثاره؟ القضيه المثاره انه الدوله تراجعت عن انتاج الاعمال الدينيه. فوقتها كان رئيس قطاع الانتاج في مدينه الانتاج الاستاذ يوسف عثمان، اللي كان نقيب السينما السابق. فبيسالوه قال والله انا دوري هنا ان انا اكسب، والاعمال دي ما بتكسبش فعلا. خلي بال حضرتك ان ده راي ممثل الدوله في انتاج او المسؤول عن الانتاج داخل مدينه الانتاج الاعلامي. يا ده رد فعلا قاسي جدا. لا ده الرد ده موثق، وانا يمكن يعني لا موثق، وقال انا دوري هنا ان انا اكسب والاعمال دي ما بتكسبش. فكان حتى هاجموا اللي هو بهاء ابراهيم اللي هو لسه ميت قريب او متوفي قريب، ده كان مساعد وزير الداخليه ورجل امن. فقال هاجموا، قال له لا انتوا مش عاوزين تنتجوا لانه انتوا عاوزين دوله علمانيه ومش عارف. فقال له لا احنا بعيدا عن الاتجاهات، احنا بنعمل مسلسل ديني محترم، وبالعكس احنا يعني انت واحنا بنتفق عشان نعمل عمل ينبذ التطرف والعنف و و و و فانا عايز اقف هنا عند تصريح المسؤول وقتها عن الانتاج في مدينه الانتاج الاعلامي. لما يكون ده رأي الدولة، والله أنا دوري هنا أكسب والمسلسلات دي ما بتكسبش. إذا كان عندي نور الشريف عمل لما أجيب نجم كبير، وبعدين برضو حضرتك مع احترامي لكل اللي بيشتغلوا في مسلسل قضاة عظماء في جزئيه الأول والثاني اللي لسه هنشوفه، ومنهم كتير أصدقاء، منهم المخرج حتى نفسه، مفيش هنا نجم لافت للنظر مع احترامي لكل اللي موجودين، حتى منهم الاستاذ حسن. بس ده مش شرط يعني. لا مش شرط اذا كنت بتراهن على مجموعه من الوجوه الجديده والغير محروقه، لكن انت بتراهن على عمل زي ده لابد انه يكون الورق جيد، التصوير كويس. نرجع للي احنا كنا بنقوله. بالظبط. حسام الدين مصطفى لما جه يعمل الفرسان، أيوة. ما كانش فيها نجم فوق لا ما كانش فيه نجم، ما كانش فيها نجم. انا بعيدا عن النجوم برضه انا مستغربه ليه في مصر الاعمال الدينيه التاريخيه ما تكسبش؟ ليه دوله زي ايران مسلسل زي سيدنا يوسف حقق النجاح الرهيب والتوزيع ده؟ لا بصي هقول يعني الفرسان ما كسبتش. لا كسبت طبعا. ابو حنيفه النعمان ما كسبش. بس هنا كانت الدوله اقصد بتقوم يعني برضه بدور ما هي ليها اراده. انا بس عايز ارد على جزئيه مسلسل عمر ما كسبش. ما هو مش انتاج دوله، ده انتاج خارج. لكن هل ما كسبش؟ لا كسب. يبقى اذا هل صلاح الدين اللي اتعمل والحجاج اللي هو انتاج سوري لا كسب طبعا، وباب الحاره كسب وحاجات كتير. بس زي ما بتقول ميار في جزئيه مهمه جدا، انه ايران بتعرض اعمال زي سيدنا يوسف. لا ومريم المجدليه. ومريم المجدليه. لا مريم المقدسه مش مريم المجدليه. لكن لا سيدنا يوسف معلش انت شفته لسبب بسيط، انت كنت اول مره تشوف الانبياء على الشاشه. لا خليني ده موضوع لوحده. لا انا شفت مش ده. خليني بالاضافه لان هو عمل جيد، ولكن الاساس هنا ازاي انت بتتكلم على اختيار وظهور الموضوع. لا مش اول مره اشوف الانبياء على الشاشه، لانه اتعمل موسى واتعمل عيسى واتعمل فين؟ افلام سينما. انا بتكلم انت هنا بنتكلم على الدراما، لكن دول اتشافوا برضو لما الافلام اتعملت ونزلت الناس كلها شافتها. هنا فكره التجسيد، هنا برضو انا بعتذر لان بطرق النقطه دي. ايران كانوا في منتهى الشجاعه في ان هم حتى يعملوا فيلم عن النبي محمد اللي عمله المخرج مجيدي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه هنا في ظل السماوات والاطباق المفتوحه والسماوات المفتوحه، وانه خلاص ما بقاش في حاجه سر، احنا عايشين كلنا في حته قد كده دلوقتي. حضرتك بتضغطي زرار على اليوتيوب بتجيب اللي انت عاوزاه. اذا ما بقاش هنا في ممنوعات.
طبعا انا مش بهاجم الازهر، الازهر يعني مؤسسه ليها كل التقدير والاحترام، ولكن هنا نطالب باستدعاء فقه الواقع في الاعمال الدينيه. يعني ما ينفعش انه يوسف وهبي سنه في الاربعينات يقول انا عايز اعمل النبي محمد ويترفض، ويفضل الازهر يرفض. حتى فيلم الرساله اللي هو عن حمزه ابن عبد المطلب، الفيلم ده اتمنع، الازهر منعه، خدوه عرضوه في دول تانية ونزل على اليوتيوب. انا اقصد انه ايه بس يعني انت معارض ان هو الازهر يمنع تجسيد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هو طب لا ما احنا بنؤيد ده طبعا، ما ينفعش احنا بنمنع ده او مش عايزين. يعني ده لو حاجه ظهرت. السؤال الاساسي هل منع الازهر ظهور الانبياء هو اللي خلى الدراما لا هو اللي خلى الدراما الدينيه تتراجع؟ لا طبعا، لا مش قصدي كده، مش قصدي كده، انا قصدي ده موضوع اتعمل الاجزاء بتاعت محمد رسول الله كانت غايه في النجاح وما ظهرش فيها انبياء خالص. لا انا وروعه مش قصدي اللي وصل لكم ده، وانه الازهر يعني يتهاون في مساله. الازهر لا يتاخر، ولكن قدم للازهر قصه جيده وهو هيراجعها لك. طبعا اكيد. انا ده اجمل جمله اختم بيها حلقتي النهارده. احنا فعلا محتاجين حلقات تانية لان الموضوع مهم ومحتاج نتكلم فيه اكتر من كده، بالذات التجسيد ده عايز حلقه لوحده. احنا بجد استمتعنا بحضراتكم، معلش عشان وقتنا خلص للاسف. استاذ احمد كل الشكر ليك، استاذ سليم كل الشكر ليك، بنشكركم جدا. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا النهارده معاكم وسهرتنا. استنونا بكره وسهره جديده وحلقه جديده. تصبحوا بالف خير.